هاي هاي اهلا بكل حبايبي متابعيني. شايفين الطبق الجميل ده؟ مش هياخد معاكي غير 10 دقايق بس في تحضير الغدا. احنا في وقت امتحانات وفي زنقة، عايزين كده نقلب كله على بعض كده وفي نفس الوقت تكون حاجة طعمها حلو وجميل. هنيجي هنا في طاسة سخنة، نبدأ بسم الله. هحط معلقتين زيت، وهاجي هنا هحط طبق سجق متقطع شرايح صغيرة زي ما انت شايفة كده. يعني دول تقريبا ما يكملوش ربع كيلو سجق. خلاص، هقلبهم كويس كده لحد ما يغير لونه. تمام. وهنزل بقى عليه ببصلاية شرايح متقطعة شرايح حلوة كده كبيرة. ما عندكيش بصل احمر حطي بصل اخضر. هقلبه تقليبة، مش عايزة البصل يدبل خالص. يكون بقى عندي كده قرن فلفل احمر واخضر واصفر وواحد كده صغير حامي، وهقلب الكلام ده كله كده مع بعض. هنيجي بقى هنا احط شوية التوابل، ملح وفلفل اسمر وشوية كاري ومعلقة شطة كده حلوة تدلع الطعم. مش عايزة الشطة شيليها، بس هو حلاوة السجق الصراحة بالشطة. هقلب برضو الكلام ده كله كويس. هديله كده معلقة صلصة تحلي الطعم واللون معانا، عشان هنشوف هنحط ايه عليه بعد كده. اهو. وهقلب برضو كويس، وهسيبه بقى يعني بالظبط 7 8 دقايق لحد كده ما الخضار والسجق كده ايه يستووا مع بعض. خلاص اهو، شايفين بقى كده شكله وريحته خطيرة. هاجي بقى عندي هنا مكرونة، اي نوع مكرونة مسلوقة نص سلقة كده، قواقع سباكيتي لام اللي انت عايزاه. انا عندي هنا مكرونة قواقع. هنزلها بقى على السجق والخضار وهقلب تقليبتين، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهغطيها برضو تتشوح كده برضو 5 دقايق تاني، وخلاص اكلتنا خلصت. ايه رأيكم بقى؟ كملوش كمان 10 دقايق طلعتي بوجبة غدا كده حلوة وزي الفل. رشة بقدونس، بس البقدونس في الاخر، مش عايزاه يشم النار خالص عشان ما يتبلش. خلاص كده الطبق بتاعنا خلص، ايه رأيكم؟ يلا بقى نغرفه، وريحته خطيرة. مكرونة بالسجق كده ما تاخدش ثواني على النار. وطبق ما شاء الله متكامل، فيه البروتين وفيه الكربوهيدرات وفيه الخضار طبعا، الفلفل والبصل والكلام ده كله. وحاجة كده سريعة وسهلة ما تاخدش منك وقت. رش بقدونس تاني برضو كده ندلع الموضوع. وجربيه ويا رب يعجبك. لايك وشير. باي باي.